إذا أردت أن تكون من الذين لم تلههم الدنيا فكن معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين أي كونوا منهم، كونوا فيهم، كونوا معهم وخالطوهم. أين ستجدهم؟ ستجدهم في حلق الذكر، في مجالس الذكر. ولذلك عليك أن لا تخلي نفسك من صحبة صالحة تقودك إلى الخير. لا تصاحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. حدد لك درس أسبوعي، مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل، واظب عليهما. بغير هذا سيلتف حولك كلاب الدنيا الذين لا هم لهم ولا خلاق لهم في الآخرة. ما عندهم شغل إلا الدنيا، سواء كان من مباحها أو حلالها أو من حرامها، لكن في النهاية سيسرقون منك دينك. إن لم توازن سيسرقون منك دينك. جرب بس أسبوع زمان جالس تجار ما عندهم شغل، يعني يلتقون لمدة ساعة أو ساعة في اليوم يتكلموا عن الأسعار والسوق والعروض والعرض والطلب وتغير السوق وعوامل تأثر السوق والأزمات الاقتصادية. شوف إيش اللي يغلب عليك من تفكير بعد أسبوع واحد فقط. وقد يكون الأمر من مجلس واحد، ستجد أن هذا الغالب على ذهنك. ستصاب بحالة ربما من الاكتئاب. ورب الخلق كيف فاهم الدنيا؟ ناس فاهمة الدنيا مسوية خير، معهم فلوس، أصغر منا وأكبر منا لكن معهم فلوس، وإحنا ما عايشين. يا خالقي، أبهذه السرعة تبدلت نظرتك إلى العيش وإلى الحياة؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لكن المجالسة تجلب إيش؟ المجانسة. المجالسة تجلب المجانسة، ستكون من جنسهم. يعني أنا سامحوني أذكر لكم موقف طريف يعجبني كثيرا. هذا يخبرنا العم ياسر الرحبي راعي مسبت، تعرفوه؟ العم ياسر يقول: كان من زمان معنا خرايف من نخل السائر، من تمر السائر في البلاد في مسبت، وما فيها إلا فرض واحد بس. كان من زمان ما فيها إلا فرض واحد، والأكثر من باسلي وتمر السائر. يقول: تم هذاك الفرض حيث بين النخيل، تم يقول يطلع بياهن وتم يرطب بياهن. مع أن الفرض عادة متى يقيض؟ مأخر ربعاني. لكن إيش؟ المجالسة تجلب إيش؟ المجالسة تجلب المجانسة. وهذا هو يعني جماد نبات هذا. وشوف كيف سبحان الله، يعني لعل وجود بين هذا النخيل ولأنه وحيد تم يقيض بياهن. فكيف بالإنسان؟ كيف الإنسان تقول أنا أزرع نفسي بين خطاب دنيا وخلاف أنا أكون جنيد زماني، ولا أنا أكون ابن الخطاب في زماني؟ أنت تحلم، لأن الإنسان مدني بطبعه، يتأثر ويؤثر. ولذلك الرفيق قبل الطريق. شوف الرباع أبو بيالك: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. اختار أخلاءك الذين تجالسهم وتقضي معهم أكثر أوقاتك، لأنك شئت أم أبيت سيسري إليك من طباعهم، يسري إليك من اهتماماتهم، طريقة تفكيرهم، بل العجيب حتى من قاموسهم اللغوي. كلماتهم اللي يستخدموها بعد فترة تلقى تردد بعض كلماتهم، ولو كانت ما من لهجة قومك. مثلا أنت من الدواخل، من هنا، من عمان، من الداخلية، جالس مجموعة من الإخوة مثلا من صوب الشرقية ولا من صوب صور، ستجد بعد فترة كلمات من لهجتهم على لسانك. ولا جالس حد من رعاة الباطنة، ما مفاضلة بين لهجاته، لكن كيف أن الطباع تسرق الطباع. ولذلك من أعظم أسباب الثبات بعد رمضان أن تتحرى الصحبة الصالحة التي تعينك. وهذا أمر لا يستغني عنه أكابر الناس وأصاغرهم. من ها هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر أمرا بأن يصبر نفسه مع مثل هؤلاء، وإلا ما الذي يحصل؟ قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ماذا يريدون؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. طيب، وإذا عدت عيناك عنهم سينبت حب الدنيا في قلبك، سينبت التشبث بها في قلبك. متى؟
متى نبتت هذه الإرادة في القلب؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الإرادة ما تأتي إلا بعد الانصراف عن الصحبة. إذن الصحبة هذا من أعظم أسباب الثبات على الخير بعد رمضان. وختاما أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب الثبات التدبير، حسن التدبير. يقول حسن التدبير نصف العقل في كل شيء، ولهذا قالوا نصف الغنى إيش؟ حسن التدبير. ونصف العقل إيش؟ حسن مداراة الرجال. عنده تدبير في مداراة الرجال، يعرف متى يغضب ويشتد، ومتى يحلم، ومتى يتغاضى، ومتى يتصامم. يقول أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. حسن التدبير، وهذا في كل شيء، وهذا من الحكمة أن يؤتى الإنسان حسن تدبير. إيش يعني حسن التدبير؟ يعني يكون عندك برنامج، كما أن يكون عندك تدبير وصرفة للمال، تقسم. ما معقولة راتبك 500 ريال لكن نفقاتك ومصاريفك ب700 ريال. هذا حكمة ولا سفه؟ هذا سفه، صحيح، هذا سفه. وكذلك اللي عنده وقت ثمين يوم كامل لكن عنده أعمال ما تصلح، يعني يا دوب تغطي ربع ساعة، وهو عنده 24 ساعة في اليوم، لكن كله وكلايل العمل بموزع عنه خلال اليوم ما يضول، ما له ربع ساعة في قاعة يد. أو العكس، عنده 24 ساعة لكن ضاغط نفسه بأعمال في اليوم الواحد ما الشهر في يوم واحد، والنتيجة يصاب بإحباط. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالأمر